السلام عليكم. في شيء مهم ناس كتير ما بتاخدش بالها منه، وهي فكرة هي الكاريزما ممكن تقل. ممكن تقل، سواء في فنان، ممثل، عازف، سواء في رسام، سواء في انسان عادي، راجل صاحب شغل، اي حاجة ممكن تقل كاريزمته بسبب حاجات. ايه هي الحاجات اللي ممكن تقل كاريزمته فيها؟ احنا هنضرب مثل على الممثل. لو الممثل في الاول يشتغل مع ناس كويسه ومخرجين مظبوطين وناس دارسه او ناس واعيه للشيء اللي هم بيعملوه، هيطلعوه باحسن شكل ممكن. ولكن مع الوقت لما الممثل ده يبدا ان هو يشتغل مع اي حد ويشتغل في اي حاجه ويشتغل اللي هو يلا اي حاجه انا عايز اشتغل وخلاص، بلس ان هو ممكن يقعد فتره ما يشتغلش على نفسه، بلس ان هو ممكن يقعد فتره ما يشتغلش اصلا، ولا يشتغل بقى على نفسه ولا يشتغل مع اي حاجه ولا اي حاجه وخلاص. ده شيء اساسي بيخلي الممثل كاريزمته تقل. لما انت بقى تشتغل مع حد فاهم واعي بيعلي من كاريزمتك، لما انت تشتغل مع حد اي كلام بيقلل من كاريزمتك. حذاري 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 لما حد يقلل من كاريزمتك، او لما انت كاريزمتك تقل والناس تاخد الانطباع ده عنك، عشان ترجع الانطباع تاني للناس ان انت كاريزما والكلام ده كله. وفهموا كلمة كاريزما دي ملهاش علاقة بقى انت كاريزما والكلام ده كله اللي هو جاية من الغرور، لا خالص. الكاريزما دي نعمة من عند ربنا بيديها للفنان عشان الجمهور يتقبله والمتلقي يتقبله وياخد منك اللي انت عايز تديهوله، او ياخد منك اللي انت بترسلهوله. ده شيء مهم جدا 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 ومش اي حد بيوصل له. فلو ربنا من عليك بنعمة الكاريزما والقبول ما تضيعهمش منك، وحافظ عليهم بان انت تشتغل مع الناس الواعية الصادقة، وان انت تشتغل على نفسك دايما، وان انت ما تشتغلش في اي حاجة وخلاص، وتختار الحاجات اللي انت بتعملها. وبس كده. هسيب لينك الفيسبوك بتاعي تحت لو حد محتاج اي حاجة يدخل يسألني. وبس كده. اعمل لايك وشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن، واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.